خلال هذه التصفيات بفوز ذهاب الجوج 0 تعادل اياب 0 لمثله، وهذا كيدل على ان منتخب ناميبيا كيبقى منتخب محترم لابد من التعامل معه. نتيجه ايجابيه خلال هذه المواجهه تعطي الانطلاقه ديال هذا اللقاء، والكره اللي فادت المنتخب الوطني المغربي اللي نتمنوا بان يعني النتيجه ان شاء الله تكون ايجابيه في لقاء الذهاب ولقاء الاياب كذلك انه ولكن هنا كيبان الثقه عند لاعبات المنتخب الوطني المغربي الدخول داخل منطقه الجزاء. فرصه اللي فادت لاعبات المنتخب الوطني المغربي، ولكن دون المكان المناسب. كوليمان تستعيد لعبت الكره مباشره خطيره، كانت خطيره هذه المحاوله وهذه الفرصه وسنتابع المحاوله. لاحظوا اختارت قائمه الثاني والكره تمر جانبا. كانت ابرز محاوله لمنتخب ناميبيا في بدايه هذه الجوله الاولى بعد مرور الان 10 ديال الدقائق. دائما التعادل السلبي 0 للتحرك الان ديال ابتسام الجريدي. هذه فرصه مشات الكره في الجهه اليمنى. سكينه أزراوي شنو تعمل سكينه تمريره والكره في الزاويه او ديال الشباك، تمناو تعطي الاكل ديالها الركنيه. تعبت الكره مباشره الراسيه بعد الراسيه تدخل الحارسه ماتيوس بيليسا. دائما محاوله فدت المنتخب الوطني المغربي. كانيه العرضيه فرصه برافو، كان هناك خطا ديال اللاعبه انيسه الحباري. تابعوا من جديد هذه الفرصه. لاحظوا العرضيه في الوقت اللي فدت المنتخب الوطني المغربي. هذه فرصه امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء عند اللاعبه ابتسام شنو تعمل امكانيه وضع الكره في الشباك. فرصه الهدف الاول. الهدف الاول في الوقت اللي كيدير الحكم باز فرصه تابعنا منذ قليل مره اخرى. لاحظوا انطلاقه ديال ابتسام الجريدي خدا المراوغه تمريره مشات الكره. لاحظوا الشباك فارغه. هل تجاوزت الكره خط المرمى؟ ولو ان يعني الحارسه تقطعت الكره. سنتابع هذه الزاويه. لعبت الكره دائريه البحث على الراسيه. فرصه دائما لفدت المنتخب الوطني المغربي. ضربه ميقاس. فرصه الهدف. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه نسرين الشاد. نسرين تضع الكره في الشباك وهدف اول. فرحه كبيره للاعبات المنتخب الوطني المغربي. سنتابع هذه المحاوله وهذه الاعاده اللي اعطت الهدف. تعبت الكره ضربت ميقاس ولاحظوا بطريقه ممتازه بذكاء كبير من نسرين الشاد لاعبه فريق ليل الفرنسي. تضع الكره بهدوء كبير في شباك ماتيوس بيليسا. سنتابع هذه المحاوله. كانت كره بالراس ضربت ميقاس ونسرين الشاد في المكان المناسب. كتمنح المنتخب الوطني المغربي هدف اول. هدف اكيد غيعطي ثقه كبيره وبالتالي بامكانه يكون هناك حلول هناك مساحات. سنتابع هذه المحاوله وهذه الفرصه اللي فاتت المنتخب الوطني المغربي من الجهه اليسرى. امكانيه العرضيه رفعت كره. فرصه تدخل الدفاع. دائما خطوره متواصله فاتت المنتخب الوطني المغربي. العمليات وكوليمان تستعيد التنفيذ. لعبت الكره مباشره خطيره والكره تطبقت بالعارضه. خطيره لفائده المنتخب وحذاري من المنتخب الناميبي. لاحظوا لعبات الكره مباشره. الكره اللي لمستها خديجه عربيشي وبالتالي ارتطمت بالعارضه. فرصه كانت خطيره لفائده منتخب ناميبيا. كره في الزاويه في الوسط. تمريره طويله من ادامس تومالينا والحارسه خديجه عربيشي في المكتب. غزلان الشباك تلعبت كره داخل منطقه الجزاء. دي فرصه الهدف وتدخل الحارسه مع المحاوله. غزلان الشباك رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. كان كوليمان لعبت الكره ولكن بعيده. مدافع حنان ايت الحاج ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. ياسمين المرابط تغيير اتجاه الكره بشكل ممتاز في الجهه اليسرى. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء. امكانيه التمرير تدخل والكره في الزاويه. هناك امكانيه استثمار هذه المحاوله. لعبت الكره بسرعه داخل منطقه الجزاء دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. غزال الشباك رفعت الكره. فرصه الهدف. الحكم المساعد رفع الرايه. يعني محاوله شكلت خطوره. لاحظوا بالفعل خروج لاعبات. كره في الوسط لفائده منتخب ناميبيا. حذاري من هذه الكره لابد من خروج خديجه. ممتازه خديجه ربيش لان المنتخب الوطني المغربي امكانيه التمرير في الجهه اليمنى. تبدا المحاوله بواسطه سكينه أزراوي رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه راسيه ممتازه. نسرين الشاد كان بامكانها تسجل ثنائيه في هذا اللقاء. الراسيه وتصدي ممتاز كذلك الحارسه ماتيوس بيليسا. نتابع المحاوله ونتابع هذه الفرصه من زاويه اخرى. تمريره من سكينه أزراوي. الراسيه ولا اجمل ولا اروع من طرف نسرين الشاد وتدخل. لاحظوا كنقول
تستعيد للتنفيذ. لعبت كره مباشره سهله عند الحارسه خديجه بهدفين مقابل هدفين. بالتالي المنتخب المغربي النسوي اللي اقل من 17 سنه كان اول منتخب عربي يتاهل للمونديال. قلت بعد نجاح ديال هذا المنتخب تدخل وابعاد الكره. تابعوا من جديد كان لابد من ابعاد الكره. لاحظوا بان الكره كانت سهله بالنسبه لنسرين الشاد، اصبحت فيها خطوره خصوصا امام العبيده كوليمان زيناتا. سطات لسكينه أزراوي، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء ابتسام الجريدي، ولكن اقرب للمدافعه بلينغالوفيتزا مرة أخرى داخل منطقة الجزاء. فرصة تدخل. الحكم شوات على الحكمة كتقول الزاوية ضربة جزاء. لاحظوا خطأ كان فادح على المستوى الدفاعي لمنتخب ناميبيا. أعتقد كان هناك خطأ وهناك ضربة جزاء. لا أعتقد سيداتي الحكمة إنجالوفا دومينيك، لأنه لاحظوا التدخل كان واضحا على ابتسام الجريدي. نتابع من زاوية أخرى. لاحظوا أن ابتسام الجريدي وصلت الكرة. لاحظوا يعني الدفع كان واضح. هذه فرصة ابتسام الجريدي، خروج الحارسة، خروج ماتيوس ميليسا. المنتخب الوطني المغربي مشات كره في الجهه اليمنى. سكينه أزراوي عمل سكينه رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. ودائما هذه فرصه الهدف. تدخل وابعاد الكره من طرف المدافعه خط المرمى. جابوا هذه المحاوله، خروج كان خاطئ للحارسه ماتيوس، ما تمكنش منه تاخذ الكره. لاحظوا انسه الحذاري كان بامكانها توضع الكره في الشباك. عند المحاوله تضيع من المنتخب الوطني المغربي اللي كان بامكانه انه يسجل الهدف الثاني. الوقت لتغيير سكينه أزراوي ستغادر ودخول رودزيلا ايان لاعبه فريق توتنهام الانجليزي. لاحظوا المسانده الجماهيريه اكيد ممتازه. النقاش دائما حتى الكره تمرير داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، امكانيه التمرير والتدخل لبيلينغالوفيتزا. يعني الكبير اللي اصبح عند هذه اللاعبات في الخلف في ظرف صغير بعد اكيد النتائج اللي كانت قويه. المنتخب الوطني المغربي امكانيه التمرير، محاوله بواسطه اللاعبه ايلودين النقاش في الجهه اليمنى. رفعت الكره، فرصه الهدف والهدف. هدف جميل لفائده المنتخب الوطني المغربي، طريقه ممتازه. انسه الحذاري كتمكن من وضع الكره في الشباك بطريقه جميله صراحه. العرضيه من الجهه اليمنى وبافضل ختم وضع الكره في شباك الحارسه ماتيوس ميليسا. بالتالي كنقول بانه الهدف ديال المنتخب الوطني المغربي فرصه الضغط خلال هذه الجوله الثانيه كان مساله وقت. ونتابع مره اخرى العمل الكبير اللي قامت به ايلودين. هذا النقاش مشات كره في الجهه اليمنى، هنا العرضيه لاحظوا بطريقه ممتازه بعد تمريره اللاعبه رودزيلا وانيسه الحماري في المكان المناسب. لاحظوا يعني كره نصفها تمريره عند رودزيلا، رفعت الكره ممتاز. هدف جميل صراحه. سياب بوخابي لعبة فريق الشمال. كاين فرصة تدخل الحارسة. هدف ثالث سنتابع مرة أخرى. لاحظوا كان محاولة المراوغة، الحكمة اعتبرت هناك نتابع هذه المحاولة لفائدة المنتخب الوطني الليبيري. نصف النهائي واجه فريق كوينز النيجيري وفاز ب 1-0 الدور النهائي، فاز على سان داونز بحصة كانت كبيرة.